بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة. حبايبي وأخوتي ومتابعيني، يا رب كده دايما ما تحرمش منكم أبدا يا رب، ومنورين ومشرفين في القناة بتاعتي يا حبايبي. تعالوا نشوف هنعمل النهارده حاجة خفيفة كده في الحر ده. نعمل سلطة الفاكهة عشان خاطر نشيل بقى بواقي التلاجة والحاجات الفاكهة اللي مش حد بياكلها ديت. نعمل النهارده منها سلطة فاكهة تتاكل وهتبقى جميلة إن شاء الله. ماشي يا حبايبي. طيب جبنا الفاكهه بتاعتنا غسلناها كده وما شاء الله وروقنا عليها، وطبعا القطعه بتاعتنا الجميله والسكينه بقى، وقعدنا بقى ما شاء الله نقطعها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. ماشي يا حبايبي. جبنا القطعه بقى والسكينه وقعدنا ما شاء الله كده نتمزج كده ونقطع في الفاكهه بتاعتنا يا حبايبي. الكمثرى والتفاح دول مش بيغيروا لونهم عشان طبعا فيهم حديد زي ما انتم عارفين. ماشي يا حبايبي. بمجرد ما هنقطعهم هندوا لهم نقطتين ليمون كده، عصره ليمون، عشان خاطر فوق ده حديد. الفاكهه دي بالذات 3 انواع دول، الموز والتفاح والكمثرى، فطبعا بيغيروا اللون بتاعهم بسرعه. ماشي. احنا عايزين لونه يبقى حلو كده ما يغمقش معانا في سلطه الفاكهه يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب قطعنا الكمثرى والتفاح اهوت. هنحط بقى زي ما انا بقول لكم في البوله بتاعتنا اللي هنعمل فيها، وهنقوم عاملينها نقطتين ليمون كده طازه من الليمون الاخضر بتاعنا ده، عشان خاطر ما يغيرش اللون بتاعه. ماشي يا حبايبي. وهنكمل بقيه الفاكهه بتاعتنا بقى. طيب هنقطع بقيه التفاح والكمثرى والعنب بتاعنا يا حبايبي. لو العنب الحبايه بتاعتك كبيره حاولي تقطعها 2، لو هي متوسطه صغيره حطها ببعضها. ماشي. انا كنت عامل موز بس طبعا لقيت عندي موز بس الجو حر ومش ما استحملش عشان بره التلاجة ما استحملش وما رضيتش احطه. ماشي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قلنا نعمل حاجه كده ترطب على القلب كده في الحر، الجو الحر اللي احنا فيه ده يا حبايبي. ماشي. النهارده قلت لا طبيخ بقى ولا ما عملتش تصوير فيديو النهارده طبيخ ولا معجنات ولا حاجه. طيب العنب زي ما بقول لكم، لو العنبيه حبيتها صغيره حطها ببعضها، لو كبيره قطعها 2 أو 3. ماشي يا حبايبي. برضو كذلك المانجا بتاعتنا قشرناها الجميله دي، واختاري مانجا تكون مسكره يا حبيبتي كده الموجوده عندك، والله مش هتقول لا، لان احنا بنعمل لها العصير فبتدي لها تسكيره حلوه ماشي. قطعنا المانجا بتاعتنا كمان برضو اهوت، والعنب والتفاح والكمثرى، وما شاء الله هنعمل عصير. جيت اعمل عصير فراوله، لقيت الفراوله بتاعتي طبعا من وانا مخزناها من ايام ما كانت موجوده، حسيت ان لونها متغير كده ما حبيتهاش، قمت عامله عصير مانجا يا حبيبي. يا اما الصوص بتاعه يا تعمليه مانجا يا تعملها فراوله. انا ببقى اعملها فراوله، في ايام الفراوله بتبقى جميله جدا برضه، ونحط فراوله بقى وكيو وحاجات زي كده، بس ده الموجود عندي الانواع دي النهارده. ما شاء الله ربنا يا رب يملى بيوتكم بالخير دايما، احنا وانتم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. يلا يا حبايبي حطوا لنا كومنت كده للفيديو الجميل المسكر ده النهارده، وقوموا اعملوا حاجه لاولادكم كده ترتب على قلبهم، وفعلوا زر الجرس يا حبايبي عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله. وما تنسوناش في اللايكات يا حبايبي، واشتركوا في القناه بتاعتي، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. مع السلامه.